السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا غير إنسان. اليوم معايا ثنائي مميز، ثنائي معروف في السوشيال ميديا ودير ضجة في اليوتيوب. غنتعرفوا عليهم أكثر اليوم وجوانب أخرى من الشخصية ديالهم برنامج أنا غير إنسان. اليوم معايا سفيان وفايزة، أهلا بكم. بارك الله فيك سلمى، الله يخطيك، شكرا على الاستضافه. وصراحه البرنامج ديال انا غير انسان برنامج اللي زوين اللي كنا ديجا متابعينه انا وفايزه وكيعجبونا الاحداث اللي كيوقعوا فيه، وتبارك الله عليك. شكرا لك. الله يخطيك. شكرا لك. الصراحه الله ملي جينا لهذا البرنامج اللي كنا كنتابعوا الصراحه، وتبارك الله عليك بزاف بزاف بزاف. الله يبارك فيك، شكرا لكم بزاف. منوره انت نغزاله. الله يخطيك، بارك الله فيك. انتم منورين اليوم. طبعا سفيان وفايزه انتم ثنائي معروف جدا في اليوتيوب، والحمد لله حققتوا نجاح كبير. الفيديوهات ديالكم عندهم مشاهدات كبيره من زعما جميع الفئات العمريه، ناس كبار صغار شباب. كنتوا كتوقعوا واحد النهار انكم غتوصلوا لهذه الشهره هذه؟ لا الصراحه عمرنا كنا متوقعينها، حيت في البدايات كنت انا وفائزه ما حاطينش الشهره واحد الهدف. يعني كنت في البدايات انا كنت باغي نكون زعما مغني وهذه حيت كنت انا متبع الغناء، لا علاقه باليوتيوب وهذه. ساعه انا وفائزه بدينا اليوتيوب بواحد لا فيديو اللي كنا ما متوقعينوش كاع يوصل زعما لذاك المراتب ديال لي فيو وهذا بدينا، والناس حبونا بديك سبونتانيتي اللي فينا وهذه. وكان واش بديتوا يعني بديتوا باش تبداو تشوفوا واش الفيديو غيمشي وما غيمشيش وغتكملوا، ولا غير بديتوا غير صدفه قلتوا اجي نديروا شي حاجه ونشوفوا واش الصراحه غير صدفه درت له واحد المقلب صدفه اللي كان واحد السبب باش درت انا اليوتيوب اللي كان سفيان حط اكس واحد لاشين وتخلصوا فيها، وابخي تحيدوا داك الاغاني ديالو. وسفيان بحال بقى فيه الحال واحد الدرجه بزاف. سبحان الله العظيم كيفاش جات الفكره وحطينا الاغاني ديالو ونجحوا اكثر من الصفحه اللي كان محطوط فيها الاخرى. يعني كما تنقولوا حنا نيتك في الاخر غلباس. الحمد لله هذا الشيء اللي كاين. وهاد الفيديوهات يعني الافكار صعيبه. يعني انا كنت كنشوف فيديوهات ديالكم ان كل مره غتفكر في مقلب ولا غتفكر في مقلب. كيفاش كيجيكم هاد الافكار؟ واش كيعاونكم شي حد من المقربين ديالكم ولا راسكم كتجي الفكره هكا؟ شوف انا كيف قلت لك قبل اليوتيوب قبل اي حاجه كانت كتجينا شي فكره كنبغي بحال نضحك مع الام ديالي ولا بابا ولا حتى خوتي كاملين. يعني مني كنا وحنا فينا بحال هكا المقالب بعضياتنا نضحكوا نجمعوا نمشيو شي بلاصه نصوروا نورمال بلا يوتيوب بلا والو. مني جا في اليوتيوب يعني انا مني كتجيني شي فكره اوتوماتيكمون كنبغي نديرها في سفيان. هو اللي كيبان لك هو اللي كيبان لي. والصراحه حاليا دابا صعيب باش وليت تنشوف سفيان فهمتي كيتشد ليا فشي مقلب ولا شي حاجه. ولينا كنبروفيتيو الماكسيموم في الناس اللي كيجيو عندنا هما اللي نقدروا نديروا بهم مقالب، لان صافي بحال قلتي يعقصوا بعضياتهم بزاف. انا بغيت نعرف واحد الحاجه، يعني المقالب الافكار كتقاده، يعني الانسان الله يحسن العوالم شحال من مرات وسيرتو نتوما بزاف درتوا بعضياتكم. يعني كنظن انا واحد الوقت كتكون صافي عقصوا بعضياتكم. كاينه شكون اللي عاقل الاول كما تنقولوا؟ كنت درت له واحد المقلب وعاق بيا ولدرجه تعذبت فيه بزاف وصافي ما قدرناش نحطوه لانه صافي عاق. يعني مؤخرا ولينا كنعيقوا بعضياتنا بزاف لدرجه ولينا كنبروفيتيو الماكسيموم في الناس اللي كيجيو عندنا هما اللي كنديروا فيه المقالب. وحاليا دابا الاكثريه كنديروا لي تشالنج ولي فلوغ بحال هكا. ودابا المشكله اللي لقينا هو انه الناس حبونا بالمقالب. يعني باش كتشوف ان كنحطوا شي فيديو كتلقاه ما كيطلعش قد ما اننا كنحطوا المقلب. باش كتحط مقلب كيطلع في لي فيو، لان الناس محتاجين يفوجوا، كيبغيو يفوجوا، كيبغيو داكشي شحال من حاجه. وحنا تعرفنا بالمقالب. يعني داكشي علاش حنا تعرفنا بالمقالب وبغينا نوفيزا صراحه نبدلوا الكونتوني. ندير واحد التحدي دابا دايرينو في يوتيوب انا وفايزه. كاين شي حويجات زوينين. فايزه غادي تمشي لتركيا، انا غادي نبقى هنا. انا فكرت بواحد الفيديوهات غادي نديرهم في البلاد. اول خطه غيشوفوا سفيان في البلاد. ملي غنمشي عندي تماك افكار جديده غادي نديرها. فايزه غتمشي لتركيا ودايرين تحدي انا وياها شكون اللي غادي يكون لي فلوق ديالو حسن.
واش جميله ديالي انا ولا المسألة. هي غتكون انا فلوغ 1 فلوغ 2 فلوغ 3 وتا هي، يعني والناس على غادي حسب يقارنوا غتحكموا على حسب نسب المشاهده ديال نسب المشاهده وحتى الفلوغ زعما كيفاش داير، زعما واش كيضحك ولا شحال، المهم بحال هكا. اي شكون في وكيفاش جاتكم نظرك هذه الفكره؟ غادي ينجح؟ دابا شو ما تحكينيش حيت غادي ما تحكينيش غادي للبلاد وتيغ. لا الافكار ديال البلاد ما بقاش فين انت سي. بقاش بزاف د الحاجات لا كما قالت ما بقاش فين ساكن، بقاش في الافكار والابداع يعني. وكما تنقولوا حنا واش الناس غيمشيو معاك في هذه الافكار ولا فوالا الخطط ديال حيت غتولوا غديروا مقالب نيت يعني، ولكن لا ماشي ماشي مقالب مقالب. فلوغات يعني غير فلوغات. ولكن خاصك تعرف واحد الحاجه في حياتي انا وياه تفارقنا حتى لهاد المره. يعني ديما كنكونوا بعضياتنا حتى في فيديوهات حتى في كل شيء. حتى فاش تزوجتي حتى فاش كنت كنت انا وياه يعني ما كنتوا دائما اونصومبل. طبعا نرجعوا نهضروا على هذا الموضوع هذا، ولكن قبل نبغي نعرف قلتوا غيكونوا دي فلوغ تحدي بينك وبين فايز، يعني انت كتحداو بعضياتكم. شكون اللي كتوقعوا انتم سولتيني انا كنبغي نعرف انتم داخلين شكون اللي كتوقعوا ان الناس غيجيو منه كثر، انت ولا فايزه بصراحه؟ دابا هاد القضيه غنخليها بين قوسين حتى دار هاد المساله، عاد غادي نعرفوا واش انا ولا هو، حيت فريمون عمرنا تفارقنا ولا درنا شي يعني الناس حبوكم بجوج. فوالا كتشوفوا ان الفكره ديالكم قدرت تنجح؟ نقدر نقول لك واحد الحاجه سلمى وبدون لغه خشب، يعني الناس غادي يسحب لهم كندوي بلغه خشب. اي فيديو كنحطو انا وفايزه ما كيهمناش واش ينجح ولا لا، فيديو تفرجت فيه وكانوا جالسين حدايا الدار وخوتي ووالديا جالسين كنشوفوه وزوين وضحكهم وما فيه حتى حاجه خيبه ولا شي حاجه اللي كتسوء الحياه، كتجيني انا ذات انجاز، يطلع ولا ما يطلعش ما كيهمش، انني درت شي حاجه زوينه كتدخل لقلوب الناس، هادشي اللي كيهمنا انا وفايزه. يعني بحال كديروا شي حاجه كتبغيوها وفي نفس الوقت كتبغيو تفرحوا بها وتفرحوا العائله وتفرحوا بها احسن الناس. بالضبط. يعني هذا هو الاساس عندكم. تعرضتوا انتقادات كبيره، ربما انتم من اكثر اليوتيوبرز تعرضوا انتقادات كبيره، رغم ان يعني الكونتوني هو فقط اخ والاخت ديالو مقالب والعائله وحتى العائله دخلتوها معكم. ما تسالتوش وقت من الاوقات علاش؟ يعني قلتوا حنا ربما كما قلتي لي دابا الهدف حنا غير نضحكوا الناس ونضحكوا معاهم، علاش هاد الانتقادات كبيره لينا حنا؟ شوف انا كناخذ الانتقادات اللي كناخذهم لغير بنائين، اما بناء ماشي مشكل. اي واحد لقى الانتقادات عليه بزاف يعرفوا بلي ناجح، اما انسان ما كينتقدو حتى واحد هذاك غيحبس، لانه اصلا هو لا شيء. ما حد الانسان كتشوف كأن الناس كينتقدوك بزاف عارف بلي راك ناجح وكمل في طريقك ما تحبسش. انا في الاول في البدايات ديال اليوتيوب انا كنت غنحبس فايزه اللي بقات عليا، حيت فايزه مثلا نعطيك مثال وانا كنعترف بهذه القضيه، فايزه عندها واحد الروح ماشي في حالي انا ضيا كنتقلق كنت، اما دابا بالعكس ولفت، حيت اي واحد كيدخل لشي ميدان كيولف عليه. فاذا بعد الخاص كتدخل شي كومونتير كتلقى مثلا والغليظه لا غليوده كتبقى تضحك، كتبقى كنشوف فيها كنلقاها ضاحكه معني ما خاصها حتى خير. انا كنلقى غير شي حاجه يعني بسيطه في كومونتير نقول عليك انت علاش قلتي غليظه. دابا انا بزاف الفيديوهات كنكون لابس شورت، كنبغي نلبس سبونطاني في الدار عادي، يعني الناس ما كيتقبلوا زعما علاش لابس شورت حدا والديك، عادي اي دري كيلبس الشورطات حدا والديهم وكذا، هما محكين لي انا مع الشورطات، ديما كنلقى الشورطات حتى انا كنلبسهم ما كنحيدهمش، لانك مقتنع بواحد المساله كديرها، مقتنع بواحد المساله ما كدير حتى حاجه خارجه اللعيب ولا شي حاجه ماشي هذيك. انا كنت كيبقى فيا الحال بزاف، يعني انا كنت من فايزه سونسيبل لواحد الدرجه خطيره كنت، ولكن من بعد ما كنشوف انني يعني انا اللي خسريت هادشي وانا اللي مشيت له يعني برجليا باغي ندير هادشي وباغي نتحقق ليا زعما هادشي اللي كنت غادي فيه انا وفايزه، دونك خاصني نتقبلو ما خاص زعما يكون شي حاجه. جميل. فايزه الوسوعيه الخاطر من جاتك؟ قلنا لاستيوس. انا هكا والله ما كان يعني انا عارفه شنو كندير وشنو كندير، يعني واخا يهضر فيا اللي يهضر عارفه راسي انا شنو فهمتي، يعني ما غادي عاجبك راسك حتى شي واحد ما غادي يغير النظره ديالك، ما يغير حتى شي واحد شي حاجه، حيت عارفه راسي شنو كنسوى وشنو كنلبس وشنو كندير، ومقتنعه 100% شنو عارفه راسي ما كندير حتى شي حاجه خبيثه. جميل. جاكم واحد الوقت قرار انكم توقفوا اليوتيوب؟ كاين. امتى؟ حكيوا لنا علاش وامتى. انا صراحه كنت دخلت في واحد ديبرسيون خطيره بزاف،
واحد الوقت كنت مشيت مع الناس مزيان، وكنت كنحط ستوريات بزاف، بغيت نتقرب للناس اكثر، ولكن لقيت ما حد كنبغي نتقرب للناس اكثر هو انني انا كنضيع في الصحه ديالي. يعني ما كنبقاش عايش لحياتي. يعني نصيحه لاي واحد زعما في الميدان فحالنا وداك الشيء، ديما يفرق ما بين حياتك الشخصيه وما بين حياتك العمليه. انا كنت لا عندي حياتي العمليه والشخصيه واحد. يعني مثلا قلقني دري صاحبي، قلقني شي واحد هكا، خاصني نحبس كل شيء وخاصني لا، خاص الانسان يفرق. حياه عمليه خاصك تكمل فيها، واخا انت مقلق تكمل في ديك الحياه، والشخصيه شخصيه. انا بقوه انني عطيت لاطاك بزاف من حياتي، عطيها الانستغرام، نصور هادي ما نفلت لهم والو، انا نعس، انا فقت، انا لقيت راسي كنضيع وما بقيتش. وصلت لواحد البيريود صافي، وصلت خاصني نمشي للطبيب لدرجه عرفتي 20 يوم هو 20 يوم وانا في وما الطبيب، فراس لا الام ديالي لا الاب ديالي حتى شي واحد. الناس عارفين العلاقه ديال الوالده معايا انا في الشكل. يعني لا وقعت لي شي حاجه وهذه فايزه كتجيب تخبيه من الدار، كتجي عندي لا كلينيك. وما سولوش هما 20 يوم فين كنتي؟ لا كنجاوبهم عادي في التليفون. انا عند الكوزان ديالي، تحيه ليلو. وفهمتي هادشي اللي كاين. يعني 20 يوم كوميم، يعني باش تبقى في المستشفى 20 يوم فهي مده طويله. مده طويله. كيفاش عاونتك فايزه دابا انت ديك الروح المرحه والضحوكيه، اكيد انها كانت صعيبه عليك انت، لانه صعيبه بزاف، لانه اي حاجه تادي خوتي كاملين خصوصا سفيان، لانه قريب خدمتوا مع بعضياتكم وقريب ليك. كيفاش حاولتي انك تخرجي من ديك الديبرسيون؟ شوف، هو ابار هادشي، يعني هو مريض، كان مريض. حاولت نوقف معاه، وحاولت ما نقولش للام ديالي حتى شي حاجه، حيت عارفين اي واحد عارف الوالدين العلاقه ما بين سيرتو ماما، العلاقه ما بين ماما وسفيان بزاف بزاف. حاولت ما نقول لهم والو، انا حاولت نقول لهم انا مع الاخت ديالي ولا كنمشيو كنخرجوا كنسافروا، عندنا خدمه، عندنا هذا. يعني حاولنا نحاولوا نقولوا لهم بزاف ديال الحاجات باش ما يعقب حتى شي حاجه. واكيد كانت مرحله صعيبه بالنسبه لكم. شنو الحاجه اللي خرجتك سفيان كما كنقولوا تنفسي وخرجتي من هاد الديبرسيون اللي فيك؟ لقيت انني ما كنتش محتاج كاع الطبيب. كنت محتاج انني ندير بوز من حياتي. يعني اي حاجه تكون، راه الواحد كيكون خدام في شركه وكياخذ كونجي تماما. وشنو كيدير مود افيون، ما خاصو يدوي مع حتى حد، ولا باترون كاع ما خاصوش يعيط ليه، لانه داك السيد خدا كونجي خاصو يرتاح. لقيت حتى حنا يعني لي زانفلونسور لي يوتيوبر ولا اي واحد عنده واحد الوقت من حياته كيخصو يدير بوز. صافي ما يحط حتى حاجه في ستوري، ما يدير والو. انا زعما غنشوف راسي، انا غندير شي حاجه لراسي، يعني ماشي ولا نبدا نبارطاجيها مع الناس. يعني الانسان خاصو يدير بوز في حياته. لانه السبب اللي خلاني نطيح في هاد لا ديبرسيون اللي بزاف ديال الاسباب، منها كنت مرض زعما النزله وداكشي اللي كتجي لاي واحد، ومنها الاكتئاب. ماشي الاكتئاب حاد الله يستر، ولكن صافي وليت باغي غير في شي بلاصه انني نرتب الافكار ديالي، نبقى بوحدي نعازل. منهم انك كتشوف ما غندويش على راسي زعما قلبي زوين وهادي، ولكن قلبي زوين مع الناس. شي واحد جا لعندي قال لي كاين واحد لا بوبليسيتي، كاين كذا، كنفكر الناس كاين اسم ديال فلان، اسم ديال فلان، اسم ديال فلان، مرحبا، علاش حنا خوت وحباب. كتشوف بعينك، كتشوف الناس باغيين يطيحوك. غير انه فايزه سبحان الله كيجينا بزاف ديال مثلا لي بوبليسيتي كيشوفوا لي بروفيل ديالنا لي زانفلونسور، لا هذوك علاش وكتجينا الهضره، حيت الهضره كدور ما يمكنش. يعني كيبقى فينا الحل في هذه المسائل انا وفايزه، لان ما كناديو حتى واحد وحنا بعاد. غير فينا واحد الطابع اللي خاص الناس يحترموا علينا، وحنا بعاد على لي زانفلونسور. يعني الا كان شي ايفينمون ما غتلقاناش مخشيين تندوروا ولا كذا. انا ما عرفتش نسال علاش الصراحه، يعني تنبغيو نبقاو بعاد. سمعتها بزاف الناس، او يعني المشاهير ديال السوشيال ميديا تيقول لا هذا تيشوفوا مثلا وجهي في لافيش يقولوا معجبنا مع هذا او ما تحطنيش مع هذا، او الا كان هذا ما نكونش انا يعني الصراحه ما فهمتش علاش هذه المسائل كتكون بحال هكا. صراحه هذه القضيه اللي قلتي فعلا وقعات داكشي علاش حنايا ما قدرناش كاع نبقاو. من الاحسن نبقاو مع العائله ديالنا، حيت اصلا طلعنا مع العائله ديالنا، ما طلعنا مع حتى شي واحد ما طلعنا ولا دار شي افور علينا. ولكن الانسان
فاش كيجيك واحد الباب ديال الرزق، واحد الرزق صيفطولك سيدي ربي، يعني ما خاصنيش نرجع للور. بالعكس يعني اي حاجه مرحبا. الحمد لله راه نتوما كديروا مجهود. يعني المساله هذه راه ماشي مساله بسيطه، يعني انك تجمع الناس، انك تفكر، تحاول تضحك وتفرح الناس، راه هذه بالعكس حاجه زوينه وكيدار فيها مجهود كبير. شوف غير الى هضرتي بواحد العفويه ديال كيف انت عايش في داركم اكيد غادي تنجح. وهذاك الانسان اللي كيتصنع باش يوصل ويقلد ناس اخرين راه عمره غادي يوصل. يعني حنا كيف جالسين كيف كنصوروا عادي كنتصرفوا عادي. يعني يمكن هذه النقطه اللي خلات نتقربوا من الناس اكثر، لان الناس كيحبوا الناس اللي بحالهم، اللي كيحسوا يعني كيحسوا بك واش كتعامل معاهم من قلبك او لا. فايزه كما قلت عشتي هذيك الديبرسيون مع سفيان، موراها انت كي كانت بقيت معاه واخده وقت طويل ديال بصح لدرجه انا وراها حط بحال تانسبيريت منه. صدقت انا اللي تانسبيريت منه في الديبرسيون. ولكن حاولت ما نكونش بحاله، حاولت انا حيت هو اصلا كان خاصو اللي يشجعو. حاولت نوقف راسي وما نوقعش في اللي وقع فيه هو. يعني والحمد لله بدينا من الاول ماشي هادشي راهي مؤخرا. علاش نقول لكم هي باش خدينا واحد القرار اللي زوين. انا غادا كيف قال لك لتركيا، هو غادي للبلاد. يعني المساله ديال الديبرسيون كانت مؤخرا، يعني ماشي بزاف. هو غادي للبلاد اللي غتشوفوا بزاف د الحويجات زوينين ان شاء الله باذن الله. اذا كان هذه هي المره الوحيده اللي كان في هذا القرار ديال انكم توقفوا اليوتيوب. كنشوف معكم الاب ديالكم الام ديالكم لي كوزان، كيفاش شنو رايهم فيكم؟ كيفاش دخلتوهم معكم لهذا الكونسيبت؟ انا نقول لك واحد الحاجه. الاب ديالي كان خدا التقاعد، والام ديالي ديما كتخمم ديما بزاف الحاجات. جينا حنا بغينا نضحكوا معاهم ويكونوا معنا ويفوجوا وتكون عندهم واحد لومبيونس في الدار، بزاف ديال الحويجات بحال هكا. وفعلا ملي جينا نشوفوا لقينا تيقولها جميله اجي نصوروا هاد الطويبه مثلا، اجي هذا تنشوفوا الاب والام ديالي يعني ماشي جالسين وغير كيتفرجوا وبزاف ديال الحاجات، ولاو شاطنين بالهم في هذا عندهم شي خدمه كيديروها. جميل. يعني ماما وبابا اللي زعما غادي يكونوا غير جالسين كيف العاده، واحد في التلفازه واخا علاش ما مشيتيش بوطا، علاش ما درتيش وليناش كنسمعوا دابا في الدار نوبتك المونتاج، عطي الولد المونتاج هذه. يعني ما كل تكدير على المونتاج هاتي ما يمكنش. وكل حاجه فيها الصعوبات ديالها. يعني راه بعض الخطرات انا اللي صورت اخي خطا فيديو ونوض فكر لك انت في شي فكره كيبقى يقول لا لا وبارك عليا انا فكرت. كيبقاو ديك المدابزه بيناتهم. يعني بحال درتوا لهم واحد الجو ونسوهم كما كنقولوا، درتوا لهم شي حوايج اخرين فين يفكروا. وشي حاجه اللي زوينه انا بالنسبه ليا، لانه انا اي حاجه اللي كيكون فيها الاحترام وشي حاجه اللي ما فيهاش شي حاجه خايبه قبيحه كتجيني انا مزيانه في اي حاجه كاينه. طبعا يعني كما تنقولوا كيكون واحد الكونتوني اللي هو عائلي محترم، ممكن اي واحد اي سن يتفرج فيه. طيب نجيك فايزه، مؤخرا مريتي بواحد التجربه صعيبه اللي هي ديال الزواج ديالك. نبغي بعدا نعرف سفيان شنو كان، يعني فاش كنقولوا فايزه الزوجات كيفاش تقبلتيها انت بينك وبين راسك؟ لا ما تقبلتهاش في النوبه الاولى. انا بالعكس كنت في الدار ديما كنقول لها فوقاش يلا وصافي والله يجعل البارح طلعتي لي في راسي. انا شوف انا بعد خصك كنقول لها واشنو كاين شي واحد وريني، كتقول لي هاد الساعه ما كاين والو. ومنين جا هاد ولد الناس وفي الاول كنت فرحان، ولكن فاش داكشي ولا ديال بصح كنشوف الخطوبه زواج ولات كتدخل معايا زعما صافي غتمشي ما تقبلتهاش نهائيا. كنقول لك منين من الخطوبات الزواج وانا كل ليل غير بكى ما كنحبش منه. سبحان الله. جاتني الصعيبه ديال بصح. وكنتي كتشوفيه تيبكي؟ ما كانش يبين لا، ما كانش كندير ليها حتى لواحد الانترفيو. وكانت اخيب تجربه دوزتها فايزه، لانه ما تستاهلش داكشي اللي وقع. نعم. صراحه انا ما عرفتش سفيان، انا من بدينا الحوار وانت عينك تخيست كنقولوا ما هذا الموضوع ما كنبغيش زعما يتجبد، حيت بصح دازت من التجربه الصعيبه وما تنساش داكشي اللي وقع لها. وشوف هو كما تنقولوا، يعني ما بغيتش نبكيكم بالعكس نبغي نفرحكم ونضحككم ونخرجكم من الجو. ما هي الحياه تجارب
سفيان وفايزه ماشي ديما كنتلاقاو مع الناس المزيانين في العلاقات الانسانيه بصفه انا ما كنحكمش على الشخص يعني ما كنعرفوش ولكن كنقولوا واش كنقولوا تجربه صعيبه يعني اكيد انك تاديتي من شي حوايج. عمرك ما تكلمتي في هذا الموضوع فايزه؟ ربما كانوا الناس ديما كيسولوا شنو فايزه وقع، بغينا منك توضيح لان الناس من كثره ما شافوهم عائله ولاو هما حاسبين راسهم ربما من العائله ولاو كيشوفوا انهم حقهم يعرفوا هذه المسائل. طبعا الا بغيتي تتكلمي على هذه المساله فايزه انت حره. شوف انا منين حليت صفحه ديال اليوتيوب حليتها بواحد الضحك والنشاط والمشاكل ما كنقولهاش وعمري قلت شي مشكل، عمري قلت شي مشكل، شاركتي مشكل مع الناس الناس فوالا. ولهذا يعني دازوا بزاف الحويجات اللي خايبين وانا على رغم اللي ما كنتش واحد الانسانه كيف كيقولوا كنت صاحب ولا كنعطي فرصه لشي واحد حيت اصلا خوتي ما مخليش لي داك الفراغ كاع كيجي اجي حبيبه اجي نلعبوا اجي نخرجوا كيخرجني كنضحكوا كنشطوا يعني عايشه ديك الحب ديال خوتي بزاف. عمري ما كنتسنى شي واحد يقول لي شي حاجه ولا يدير لي شي حاجه حتى حاجه صافي. حتى الزواج ديالي ما كان لا على حب لا والو صراحه. انسان بغاني المعقول، هضر مع الاب ديالي السيمانه الاولى خطبوني ومن بعد 2 سيمانات كان العرس يعني في شهر كان فيه كل شيء. الزواج ديال شهرين جات كورونا، من بعد كورونا طلقنا يعني ما الكورونا ربما كان مشاكل بين لي كوبل بزاف في هذه المساله ديال الكورونا. كنت كنسمع الاحتكاك بنادم ما كانش خدام كان يعني كما تنقولوا نهار كامل وجهي في وجهك يعني ربما هذه المساله حتى هي فيها شدت احتكاكات. لا انا بالعكس كورونا فرحانه في ديك البيريود حيت جات حيت عرفت فيها داك الانسان اللي يلاه كان خاصني نعرفه حيت ما عطيتوش فرصه انا ما تعرفت عليه ما والو. ندمتي على هذه المساله؟ كنتي كتقولي ربما كنت نعطي فرصه اكثر؟ انا كنت ضد هذه المساله، كنت نقول الا بغاني شي ولد الناس يجي يهضر مع با صافي نتزوج راه الا ولا راجلي وخلى بزاف ديال البنات وهذا وجا تزوج بيا انا الوغ ولد الناس وهذا يعني ما فكرتش واحد الانسان غادي يدخل على بزاف ديال الحاجات باش يوصل لواحد الهدف هو باغي يوصل ليه. يعني بين قوسين ما كانش سبب باغي الشهره مثلا؟ كوني كانت هكا عادي بزاف ديال الحوايج زعما كان ميك وكان نتاذى وكان ميك وكان تاذى كان ميك يعني كاين شي حويجات اللي بكل صراحه مادام ما بغيتش نقولهم بلا ما نقولهم الله يسهل عليه وتفارقنا حبي صافي يعني ما كان زواج نيه، كان زواج نيه مصلحه نعم. وواحد الحاجه اللي بغيت نعطي نصائح زعما للبنات وتا الخوت الا كان مع بعضياتكم مثلا عندك اختك ماشي يكون معها صديق يعني ماشي تكون معها باللي انا نحكمك ونشدك وتخرج والله حيت البنت اللي بغات دير شي حاجه واخا تكون واعره وما عرفت شنو غدير تماما. دونك الا كانت غدير شي حاجه قبيحه غديرها كيف حاضيها كيف لا. ولكن الا كنتي قرب منك اختك وصديق ديالها ما مخليها محتاجه لحتى حاجه تعرفت على واحد الانسان تعرف عليه انت وعطيها فرصه تخرج معاه في شي بلاصه اللي تكون عموميه وتفاهموا ويا حنا في 2023 وصلنا ماشي باقيين حنايا يعني ما كاين حتى شي مشكل تعطيه فرصه تجلس وياه يشوفوا الافكار ديالو تشوف الفكر ديالو يعني تيشوفوا بعضياتهم واش يتفاهموا متفاهمين عاد ديك الساعه عاد توريه لدارهم وعاد مرحبا به. نعم. ولا تكون مفاهمه يعني وما بغيتهاش حتى انا اصلا ما بغيتش صافي بغيتي الزواج مرحبا به. ولكن هادشي ما كيعنيش انك تسدي الباب ان شاء الله كاين ولاد الناس صافي ما كتعرفيش وباقا صغيره ما شاء الله وجميله والايام كلها قدامك. ودابا الا كان سفيان تكون لوسه زوينه الصراحه واش غديري نفس الحاجه ديالو؟ كتوقعي انك ما غاديش تقبلي داك شوف سفيان كل ما كبر عندنا كاملين في عينينا باقي واحد الانسان صغير في الدار واحد الانسان اللي دلوع و ينفشش بزاف والله ما كاين هادشي هذا لا والله العظيم وهي اكثر وحده غتعرف واحد الانسان اللي مفشش اللي واخا يكبر ديما كيبان لي باقي صغير وتف عيون ماما ولا خوتي. وسفيان ما كنتوقع سفيان يتزوج ما عرفتش ما عرفتيش ردة الفعل ديالك كيفاش غتكون؟ شوف ديجا مجوجين خوتي عيالاتهم على الراس والعين الحمد لله. ربي جابنا واحد البنيتات اللي بحال قلوبنا الصراحه الله. عيالات خوتي الله يعمرها دار. كنتمنى انا من الله سبحانه وتعالى يكون زواج سفيان حتى هو مع شي بنيته ديال كيف
عيالات خوتي صراحه والله إن شاء يسهل الله. عليه. راه شحال ما طول غيتزوج فينا، ما يبغي وليدات، يبغي يكون الحياه ديالو. تماما. غير هي صعيبه شويه، لانه صعيبه شويه لانه ما يمكنش تمشيش يبقى تفارقوا معايا طبعاً. ديما، وهذا بزاف الحوايجات تيتبدلوا. والله يجعل سعدو يكون احسن منه ان ان شاء شاء الله. الله. ان شاء الله باذن الله. وكنتمنى لكم بجوج يعني التوفيق كما وفقكم الله في الحمد لله في الحياه ديالكم المهنيه الشخصيه، ان شاء الله تكون دائما احسن واحسن. ذكرتي ان سفيان عنده علاقه خاصه بماما ام ديالك بزاف. علاش بالضبط انت مع ماماك؟ انا نقول لك إيه؟ الاخ ديالي الكبير كانت العلاقه ديالو مع ماما بحال كيف سفيان. ايه خويا الكبير كان اين فوا يلاه كمل قرايته، يلاه بدا بالخدمه ديالو، قال ماما انا بغيت بنت الناس، بغيت نتزوج. ايه ما لقاش كيفاش دير بكل صراحه، يعني ما بغاتوش يتزوج في داك لاج لانه باقي صغير بزاف طبيعة ديال الحال. الصعوبات. خويا كان مصمم في هاد بنت الناس اللي يتزوج بها. ايه ما عنده ما يدير، ماما صافي استسلمات تزوج الاخ ديالي. وهذا هذاك الحب اللي كان ما بين ديال ماما والاخ ديالي الكبير بحال مشى منه. داكشي اللي وقع مع خويا الكبير بحال سفيان دابا ما يوقعش نفس الغلط ديال خويا الكبير. نعم. خديت بلاصتك. لا ولكن باقا الصراحه الوالده عندها 5 الوليدات، تبارك الله. وبخمسه منهم كلهم واحد زعما فحال ايه فحال ديال بصح. انا علاش؟ حيت كتعاود ليا شي حوايج اللي زعما دي معايا ها ولا والله يا جميله. يعني مقربه كتهضر معاك بزاف كما تنقولوا، كتعاود لي كل شيء، يعني شحال من حاجه لدرجه الكونت ديالها عندي ديال البنك، حتى حد ما عنده المود باس من غير يعني. الله يخليه لكم صراحه، الله يخليكم والديكم آمين، وخوتكم آمين. حتى هما. طيب اليوتيوب كيكون عنده ارباح، نبغي نعرف بينك انت وفايزه كيفاش كديروا في هاد الارباح ديال اليوتيوب؟ نص بالنص. نشوفوك انت درت له بحال شي واحد غادي معنا البيزنس نص بالنص. هي النص بالنص، ولا كان شي تشالنج فيه شي حاجه بغات تشرا ولا شي حاجه، حتى هي النص بالنص كتاخذوها من تما. اي حاجه النص بالنص صراحه. عرفتي سلمى فلوس اليوتيوب فاش كناخذوهم كندوي على شحال هادي، دابا مابقيناش كنحطوا داكشي. علاش كندوي على شحال هادي؟ فاش كان فلوس اليوتيوب ايه بقيم دوك لي تشالنج اللي كنديروا داكشي ما يسواوش داكشي اللي كنتخلصوا عليه. ايه يعني مثلا غير تشالنج كنديروا في يوتيوب كيتقام علينا بواحد 3000 حتى 3500. ايه كنجيبوا داكشي، خاص كلشي يكون هكا، ولا نديروا اكبر بسطيلات الحوت مع هادي أيه. مع هادي، يعني كيتقام فلوس داكشي بزاف. ولا الا بغينا نديروا شي عيد ميلاد راه ما يمكنش كلشي كنديروا دي كولابوراسيون كدابا أيه. كادير هاد لاصال هادي فلان الكاطو من عند فلانه هادي، تماماً. ولكن كاينين شي حوايج اللي كتزيدوا من جيبك ولا بدا. تماما فاش كتجي الاخر ديال الشهر كتلقى انك خسرتي اكثر من داكشي اللي صورتي. نعم. لانه انا وسفيان عاوتاني ما كنحطوش يوميا، ما كنحطوش أيه. يوميا، ماشي بحال زعما اليوتيوب اللي كيحطوا يوميا، يعني يحطوا فيديو في سيمانه مره في السيمانه، يعني 4 أيه. فيديوهات ولا 5 في الشهر بحال هكا. ايوا هي 4 الفيديوهات ولا 5 في الشهر في يوتيوب والو. مهما كانت بالنسبه للمشاهدات. طيب شنو فكرتوا ديروا يعني الدخل ديالكم باش ترفعوا من الدخل ديالكم يعني لحد الان كنفكر ندير واحد البروجي ان شاء الله باذن الله. ايه حيت عاود اليوتيوب ما دايمش إيه؟ ولا بدا دير شي حاجه اللي ترجع عليها، غير هو ما يجيش الانسان ويزال. هذا البروجي ثاني مشترك بينكم وبين فايزه ولا غير ديالك؟ لا غيكون بوحدي. وانت يا فايزه؟ كذلك بحال إيه. ولكن انا كنقول ان شاء الله هذا البروجي باقي خاصو ان شاء الله، باقي خاصو وقت ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الانسان شوف غيكون النيه مزيانه كما تنقولوا ويتوكل على الله، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. والديكم الوالدين ديالنا كاملين هما اهم حاجه في الحياه. اكيد بيننا وبين راسنا ديما تنفكروا خاصنا نديروا شي حاجه. كيبغي يصيفط باهم مول العمره، كيبغي يشري لهم شي حاجه. انت وفايزه كتفكروا في هذه المساله هذه؟ وشنو الحاجه اللي فكرتوا فيها؟ قلتي واحد الحاجه اللي انا وسفيان واعدين راسنا ان شاء الله باذن الله قدرنا الله سبحانه وتعالى نديو الوالدين ديالنا ان شاء الله العمره ان شاء الله باذن الله. صح هادشي اللي متفقين انا وفايزه ان شاء الله. بالوقيته ديالها زعما تكون الوالده شويه حيت لانه عيانه هاد الايامات كامله، الله يجيب لها الشفاء. والوالد حتى هو يعني يكونوا مزيان في صحتهم وديك الساعه، حيت كيبغي شويه الجهد تماك وكيبغي شويه الانسان يكون بصحته شويه. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. الصداقات عندكم صداقات مزيانه الحمد لله؟ الحمد لله صراحه. الصداقات مع الناس زعما
صحابكم ما زعما؟ عندنا لا، ما عندنا صحاب صحاب. صراحه نهائيا، علاش؟ حيت كانوا عندنا صحاب وصدقوا خبات بزاف ديال الحاجات ما كيبغيوش لك الخير. من مورا فاش تعرفتوا في اليوتيوب لا وقع لا هاد المسائل؟ قبل قبل انا من قبل اليوتيوب زعما عندنا خوتنا اللي كنحسبوا الاخت ديالنا هي سكينه والاخ ديالنا العربي الله يحفظه وينجيه. يعني احنا عندنا غير هاد الجوج اللي كنحسبوهم خوتنا ماشي داكشي اللي اصدقائنا كاع. كتحسوش بالفراغ هاد المساله هذه ان ما كاينش اصدقاء؟ لا الصراحه ما لا. كاينش اصدقاء. انا بعض الخطات انا كراجل يعني ابار فايزه كنبغي تكون عندي واحد الكليكه يعني تكون زوينه كامله وهادي وتخرج وديفولا وتسطيا، ولكن فاش جيت نشوف عندي اشرف خويا وباطي خويا الله يخليهم ليا، فاش كتبغي تمشي لاي بلاصه حنا دراري كنبغيو نمشيو لاي بلايص تنبغيو نضحكوا تنبغيو نديفولا نكونوا واقعيين شويه، تنعيط لهم في التليفون كذا وكذا كنمشيو اونصومبل تنضحكوا ونشطوا. برا اشرف خوتنا يعني. خوتي هادو خوتي انتم ماشيين بهذيك المبدا ديال ما كاينش اللي غيبغيك الخير اكثر من خوتك لا ووالديك. كاينش لا حد جربنا وحنت هي فعلا هذا الشيء اللي كاين. نعم جربنا انا صحابي يا كيبغيوني على الطاغيني يا ود خاصو يتلصق باش يقول لصاحبته بنت ما دخلي ستوريات. هادو جربتهم بزاف، ولا زعما يزيدني شي 1000 ولا 2000 انا كيعجبني الانسان اللي يبغيك كانسان. لا كانسان ولاش لا انا يجي يقول لي يعني الانسان يكون واضح. بغيتي تطلع الكونت ديالك انستغرام ولا يوتيوب قولها لي احنا صحاب يعني قول لي عافاك بغيتك ولكن ما تحسش انها زعما ماشي واحد كيدير على ظهرك كضر بزاف تماما. والله الانسان يبقى انت يلاه كتبغي دير ستوري كتلقى الوجوه كيخرجوا من هنا زعما صحه خاصني نبان معاك ما تتعجبنيش هذه القضيه انا كتعجبنيش واصلا حابس هذه القضيه. الناس كاملين كيشوفوني في ستوريات كنبين والديا وخوتي ولد خالي هادي وصافي يعني ما كاينش. كيعجبني الانسان اللي يبغيني كسفيان، نحس بواحد الانسان يبغيني شخصك نتايا كشخص يعني فهمتي ماشي كمصلحه. نعم نفس الشيء بالنسبه لك فايزه؟ اكيد. نعم. طيب هذا السؤال كنسولو دائما الضيوف ديالي باش نختم البرنامج. انا غير انسان هو سميت البرنامج. عاودتوا لي على مواقف تحسوا فيها ومواقف صعيبه، ولكن امتى فعلا حسيتوا انكم لا انت فايزه لا انت سفيان بغيتوا تطلعوا عند الناس وتقول لهم حنا راه غير انسان؟ فوالا انا ملي كنتلاقى بالناس ولا شي حاجه كيبقاو يعطوني واحد الهضيرات وبحال حشماني مني وبحال بزاف ديال الحاجات، ولكن انا انسانه بحالي بحالهم فهمتي. كيكونوا مستريسيين بزاف ديال الامور كيداروا كتسولي علاش كنسول علاش زعما علاش بالعكس كنبغي لي يتلاقى بي بحالي بحالو عادي نضحكوا نشطوا نتعارفوا نورمال وهذا جميل. هادشي اللي كاين. بالنسبه لك سفيان؟ انا بالنسبه لي وقع واحد البلان وبغيت نقوله وقع لي واحد الموقف كان وقع لي والبارح كنت غادي انا ومون كوزان في الطوموبيل وهذا البلان يعني انسان خداه عادي ولكن انا النهار كامل وانا قلبي كيضرب وما عجبنيش الحال نهائيا والله يسامحه يعني هو من شاد المتتبعين ديالنا ما بغيتش ياخذها بشي حاجه هي عادي غير هو انني ذاك النهار تخيبقت. كنت غادي في الطوموبيل وهو من موراي ياك والبوليس هاهما انا غادي وهو كيصوني حدا البوليس. مشيت وهو يجي من هنا ودار لي الطوموبيل هكا وقفني. لا هذه خطر عليه وعليكم. لا هو يهبط شد الباب زدحها ودار الصمت هكا ونزل كيغوت في وجهي. بغيتي تقتلني وتقلب بيا الطوموبيل انا وولادي. كنقول له والله ما درت لك حاجه يعني كنت شاد الطريق ما درت لك والو يعني انا ملي كنعرف راسي ما داير والو كندوي زوين يعني ما داير حتى حاجه علاش غنخاف. كنقول له سيدي راه كنت لا وادي عرفتي شنو تعصبت وتخلعت. كيقول لك تقلب له الطوموبيل الاخر يقول لي مقلب انت اللي تعرف دير المقالب. بقيت كنشوف اقسم بالله الا هكا وبقى دابا ديك النهار كامل بقيت مخيبق يعني فهمتي. واحد كيدير بواحد حيت جا بحال غادي يسلخني عرفتي كنزل وانا بقيت انا باغي تحيت واش بارك الله واحد والله ما درت لك شي حاجه اقسم بالله. ويقول لي تجي معايا نكون ندير لاشين قلت له دير لاشين اخويا واش بارك الله عليك. يعني كنبغي نعطي واحد العيبه هو انا غير انسان غير انسان نقدر نتخلع يقدر يتوقع لي شي حاجه يعني عاوتاني راه ماشي كاع المقايب غنعيق بهم يعني والله يعني ما يمكنش يعني تنتخلع اي حاجه كتوقع. ومثلا
فايزه فيها واحد الطبع انا ما فياش. إيه. الناس كياخذوها بعض الخطات كنلقاها في انستغرام كتقول لي شبعان عياقه شبعان عياقه شبعان عياقه، وفاش كيتلاقاو معايا في الحقيقه كيوليو يقولوا لا علاقه بداكشي اللي كنكتب. ايه اختك شوف كيفاش دايره وكذا، وانت اش فيك العياقه ديما كنلقاها. صراحه مع كل احتراماتي ما بغيت حتى شي واحد ياخذ الراي ديالو مع شي واحد اللي عمرو تلاقى ولا عمرو شاف طبعا ولا ما عمرو خاصش تحكموا على الناس ما كاينين الناس أكيد. اختي اللي كيحكموا على فهمتي. الانسان، كيحكموا وفاش على الإنسان. يتلاقاو معايا وكيشوفوني كيفاش كنعطيهم يعني وقتهم يعني فهمتي. كنعطي الوقت ونجلس نجمع ونضحك ونشط، كيقولوا لي سفيان انت لا علاقه ليك بالانستغرام وكذا ودوك لي بوست اللي كتحط، كنلقاوك يعني انسان من الداخل زوين ويعني ما فيك لا عياقه لا والو. كنبغي نقول لهم والله ما فيا لا يا سلمى بنت لك فيا لا. لا الصراحه غزالين بجوج والصراحه انا سخيتش بهذا الحوار. أنا صراحة تبارك الله الله. عليكم، حيت الانسان اللي كيهضر من قلبه راه اكيد وصلتني انا ووصلت للناس اللي غيشوفوا هذه الحلقه الله هذه. يحفظك. انا كنتمنى لكم كل توفيق والله يخليكم ديما مع بعضياتكم. امين. الاخ سند والاخت سند والعائله كامله هي الظهر وهي كما نقولوا الساس. كنتمنى لكم التوفيق في البروجي ديالكم الجاي، غنتبعكم حتى انا ان شاء يا الله. ربي الله نشوف يحفظك. هاد لي فلوغ ديالكم، وشكرا لكم بزاف انكم لبيتوا الدعوه وجيتوا للبرنامج. الصراحه يكبر داز بيك. كليزه الله زوينه يخليك. وتبارك الله على البرنامج ديالك، تبارك الله عليك انت منوره البرنامج. شكرا وان شاء الله نجيو مره اخرى ان شاء الله. مرحبا بكم بيكون في اي عندنا وقت. الجديد. شكرا. كنشكرك سلمى على البرنامج، كنشكرك على لي كيسيون كانوا زوينين وكانوا في المستوى، الله يحفظك. وتبارك الله عليك وتبارك الله على الطاقم التقني كاملين اللي حاضر معنا في هذا البرنامج. ونبغي نقول لهم يتابعونا ان شاء الله، وان شاء الله انا اللي غنغلب فايزه في لي فلوغ باذن أنا الله ان شاء أكيد. الله. شكرا لكم، نورتوني تبارك الله عليكم. ايضا كنشكر كل الطاقم التقني، شكرا ايضا الجود اللي اهتم بالميك اب ديالي، شكرا الاوتيل هيلتون جاردن ان على الاستضافه ديالو. كنتمنى لكم دائما كل الاوقات الممتعه، كل فرح، كل سعاده لكل المشاهدين. الى اللقاء.